8 حاجات يا صاحبي، لو انت عملتهم او عملت حاجة واحدة بس منهم الملايكة هتدعي لك. انا صراحة مش متخيل ازاي الملايكة تدعي لي. ما تقلقش، هتدعي لك بإذن الله. تعال اقول لك على ال8 حاجات دول، بس قبل ما اقول لك صلى على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام. اول حاجة عند وقوفك في الصف الاول في الصلاة. ثاني حاجة عند جلوسك في المسجد بعد الانتهاء من الصلاة. ثالث حاجة عند عيادة المريض. رابع حاجة هو انك تزور صاحب او اخ لك في الله. خامس حاجة عند الدعاء لأخيك بظهر الغيب. سادس حاجة عند تعلم الناس الخير. سابع حاجة وهو انك تكون نايم على طهارة. ثامن حاجة والأخيرة وهو انك تكون بتتسحر. لا يؤمن أحدكم يا صاحبي حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. شير الفيديو ده عشان يوصل للناس والناس كلها تستفيد. اما انت ما استفدت يا اخي، والشير مش هياخد في ايدك 5 ثواني يا اخي، وكل واحد يشوف الفيديو يا عم.